الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaynu ku soo jirnay darsigeennii kitaabkii taysiir axkaam الtajwiid waa xalqadii ama darsigii afraad waxaynu soo gaarnay mad اlciwad tacriifka madka loo yaqaano mad اlciwad su-aal maa tacriifu mad اlciwadi waa maxay tacriifka iyo qeexitaanka madka loo yaqaano mad اlciwad jawaab huwa mad اlciwadku waa maddun waa mad oo fii xaalati اlwaqfi xaaladda joogsiga imanaya calىa tanwiini nasbi nasbada ama kordhiga tanwiinteedana lagu dul istaago waa madka ku yimaada faqad oo keliyata mithlu gafuura raxiima shakuura. ما تعريف المد العوض مدka loo yaqaano ciwad tacriifkiisu waa maxay jawaab huwa mad waa mad oo fii xaalati اlwaqfi waqfiga ama joogsiga xaaladiisa ku imanaya oo calىa tanwiini nasbi nasbada ama kordhiga tanwiinteeda ama laba kordhigeeda marka lagu istaagayo ku imanaya marka maxaa ku baxaya marka calىa tanwiini nasbi calىa tanwiin alkhafd وتنوين الرفع يعني شيء مرفوعة مدك لو يقانو العوض مقليو غفور أو كلا مثلا أما بيت أو كلا مقليو مركا وحو قليا مدك اسمحي على تنوين النصب وتنوين تا يعني منصوب كأه كردغان لبا شقل كإسراعة أو كلياتا مثل تصال أهان غفورا رحيما شكورا. سؤال كم حركة إمس حركة يمد لمدى مدك النوع عصادة مدك عوض كأه إمس حركة لجيرة يقدر دن أيامك لمدى جواب يمد وحال لمدى مدك عوض كأه بمقدار حركتين لب حركة قدر دن يعني لب حركة لجيرة فقط أو كلية ولا يكون أهان مايو مدكاسي إلا في حالة الوقف حالة لغو استاغيو مويان إذن maxaa xagga ka baxaya xaalatu waxa ka baxaysa wasligii mana galaya marka ka majruurka ah ee munawwanka ah ee hoos dhigan ama marfuuca munawwanka ah ma galaya samiicun basiir oo kale la يعني غفورا iyo amthaashiisa عليما حكيما وهكذا. سؤال هل هناك مجرت أمثلة أخرى تصالوين كلمي جيران أو على المد العوضي تصالوا بمعنى للمد العوضي مدك عوضك تصاليان كالأوليه ميجرتا أو كوين صوت شيغنا يعني أهين. هل هناك مجرت أمثلة تصالوين يعني مثال أخرى أو كلي أو على مد العوضي يعني للمد العوض والسقناطي يعني مدك عوضك نعم هي كثيرة جوابت وحي نقطي نعم هي كثيرة وي بدنتهي جدا بأوفر بدنتهي تصالياش مدك عوضك وخاصة قار أهان في أواخر الآيات آياتك أواخر توضع ما حق الضنبي آخر كي كل رمضان آياته أيابو قلامتكني مثل تصال أهان حكيما حميدا عليما كريما وهكذا غرقا نشطا سبحا أفواجا. نعم لابا حركون بان المدى ملاحظة انت بدن ايدادك كل عان اي مدى ولبا دادك الصلاة تكنيه مركز سيد لما ينيان وكلام مثلا إن الله كان عليما حكيما الله أكبر بمركة ورنية وهذا لا يجوز مركة مبنانا لا يمد أكثر من حركتين لما مدى وحكفر بدن أما كدير أو كزياسا لما حركه فقط وصلا ما بجريو وحالة الوقف سدوكو عدي أيمتك عوضك مركة ملاحظة إنه قف سكيل عليه وين أما قرآن كأقريه أما وحويان الصلاة بها كجري مدك كلنا وحويان مد الصلة
سؤال شيخ وحكر ما تعريف مد الصلة ما تعريف مد الصلة تعريف كأي قيحتانك مد كاللو يقانو مد الصلة ومحي وما أقسامه أقسامتي سيوحوك لبحانا محي نقون يانو قيب سميا ما تعريف مد الصلة مد كالصلة اللو يقانو تعريف كي سمحون قنيا وما أقسامه يقيبه سبا جواب مد الصلة صلة مد كيدو هو مد ومد مد كاسو خاص كوا بصلة هاء الضمير هاء الضمير كحرير انت اذا مركا للصلين ايو التي هاء الضمير كاسو للمفرد السغناري مفرد مثل قونية لي او المذكر او لبأ او الغائب هدنا محي غائب وان حاضر هين يعني هاء الضمير وحويان مد الصله وحويان ومد خاص كؤه هذا اللو يقان هاء الضمير اما هاء الكنايه اي قراض ويكعبران تاسو وليبا لغا كنايون ايو قف مفرد او مذكر او غائب تعريف كاسو مركا من حيث غالبيا اي علماء يكون معنيان هاء الضمير نعم ومد الصله وهو مد الصله هنا ينقسم وحو قيب سميا الى قسمين لبا قيبوت ايو كلا بخيا مد الصله هو مد وي خاص وخاص كوا بصله هاء الضمير هاء الضمير كحريرنتيدا صلينتيدا التي هاء الضمير كاسو للمفرد اسغنادي مفرد ومد كليئه او المذكر او لبأ او الغائب هدنا وهو هذا مد الصلة ينقسم وحو قيب سميا وكلا بحيا إلى قسمين لبا قيبود هيا ألف مد صلة الصغرى مد صلة صغرى مد لو يقانو صلة الصغرى إيوم بعض نوع حويان مد صلة كبرى مد لو يقان مد صلة الكبرى مركا لبدو دبو أي نوع قيح دونا هذا مد الصلة الصغرى تعريف كيدوا محي وهو مد كالو يقان صلة الصغرى وحويان ألا يأتي وإنونا إيمان بعد الهاء هذا كذب هذا هو الضمير كان صور شيغني مفرد كمذكر كغائب كأسغناته وإنونا قداشر أما دبدون إيمان همز أي همزة يعني أن تقع بين الحركتين واتين أورنجن وها الضمير وإن ردعه بين حركتين يعني لابد أن يكون قبلها حركة وبعدها إيه حركة وهذه الحركة التي بعدها حركة كدم بين صانا حرف كدم بين النقل همزة قطع همزة لو يقانو همزة قطع همزة قطع وحويان التي تكون ثابتة في الوصل وابتداء واتسغنان سمرك الله بلابنيو أما وحا كهرية لغو حريريو تامحان أورانينا همزة قطع مركا تعريف هذا مد الصلة الصغرى محي نون نقنيا هو ألا يأتي وإنونا إيمان مركا يأتي فاعل كير وهمز مركا هو ألا يأتي وإنونا إيمان بعد الهمز بعد الهاء هذا كذب هاء الضمير كي يعني هذا دقنا وإنونا دبديد إيمان همز مثل تصال أهان له ما في له ما في أين هاء الضمير هاء الضمير التي بعد اللام أليس كذلك قبلها حركة وبعدها حرف يعني غير همزة وحرف باكدمية لكن همزة ماهن همزة قطع ماهن همزة قطع ماهن له ما وكذلك كتابه وراء ظهره كتابه وراء وايه هو وحويا مد الصلة مد الصلة الصغرى ألا يأتي وإنونا إيمان بعد الهاء هذا كذب همز مثل له ما في كتابه وراء ظهره وهذا القسم هذا قسم كان أو صلة الصغرى يلحق وحلها ليشيا أو القدرة بالمد الأصلي مدك أصلي غاية نصور دقني لأنه حالة يشأن جرى لا يجوز مبنانو مده إلا مدو أكثر من حركتين لبا حركة وحكة بضا مد كان لو يقان مد الصلة الصغرى
ما بنانو لبا حركة وحكا بدن إن لمدو له ما في السماوات له ما في فقط ما كتابه وراء ظهره مد صلة كبرى مد لو يقانو صلة الكبرى وهو مد صلة كبرى أن يأتي وإن يمادو بعد الهاء هذه ها الضمير مفرد كمذكر كغائب كأسقناتي همزة قطع وحكد ما يوين همزة قطع مثل ما له أخلده وكذلك وثاقه أحد ها الضمير كما حدا كتب يمين عبد الله لا يعني بعد هاء الضمير الآن ما الذي أتى ما له أخلده همزة قطع نعم أتى بعده ماذا أو بعدها بعد هاء الضمير كذب محايمد همزة قطع تي هرنا محايمني غير همزة قطع أديدن صومان همزة قطعين أين كذب إيمان تن صلة كبرى عكس جيدي ويان هو وحويان أن يأتي وإن يمادو بعد الهاء هذا كذب همزة قطع همز قطع أي همزة قطع مثل ما له أخلده وثاقه أحد هذه محاكدة بأيها هذا همزة قطع ويلحق هذا القسم قسم كان وحالها ليشياء أما قيبتنا هذا صلة الكبرى بالمد الفرعي مدكي فرعها أيابي لها ليشين ياتيورنا مد الصلة صغرانا محينه ليشيني مد بالمد الأصلي حقا وحينو كقبحني مدكي لو يقاني المد الأصلي إيو ملحقاديسي يوحو شمل سني هذا وحينو بلابنا المد الفرعي مدك لو يقانو مد الفرعي إلى مدك لبون بوك لبحي أصلي وفرعي أصلي قيب ينصو شمل سومهن محاكم إذا قوة وصو شمل وحويان أما هوس إيمانيي مدك لو يقانو مد صلة المد الأصلي محاكم إذا الشيخ أحمد ها waxa hoos imanaya ee la haleeshinaya maxaa kamida ما هي وكذلك مد البدل صحيح وكذلك مد العوض وكذلك صلة الصغرى انت اصبا maxay hoos imanayaan madkii maxayga madkii asliga ahaa bay hoos imanayaan ay isku xukmiyeen xagga madka yani inta la jiidayo mad البدل عند حفص وامس حركتين مد الصلة الصغرى كذلك مد كلو يقان مد العوض على تنوين النصب أي هذا صادق أنا سجن إمسى لما ذي لبا حركة حركتين فقط مد كان هذا بقولنا المد الفرعي سؤال شيخ حكوري ما تعريف المد مد كتعريف كي سوا محي الفرعي مد كي الفرعي فرع قال له أنا لو نسبية تعريف كي سوا محي محل قيحة جواب المد الفرعي مد كفرعي هو مد ومد مد كاسو زائد كديراضة على حركتين بكديراضه يعني لبا حركة أيا وكزياد سنياي ومحول لبا حركة وكديراضه وبسبب اجتماع حرف المد بسبب اجتماع حرف المد حرف كامدك الله كل مي بهمز أو سكون همزو أما الرابنين سبب كي أيو كلا ديراضي يعني حرف مدكي محولة كل مياه إما همز أو سكون ولذلك زيد على مقدار حركتين سلا دراديد با محي لقد ديريسيي لبضي حركو المد الفرعي مد كفرعي هو مد ومد مد كاسو زائد كديراضة على حركتين أيا لقد زيادين أو كديراض ويهي لبا حركة إن كبضا بالمديا بسبب اجتماع حرف المد حرف مدك لكولن كل مي سببكي أيو أولا ديراد ويهي بهمز أولا كل مي ويعني اجتماع كسروبي أما أو سكون أما الرابنين إذن المد الفرعي هو الذي لقي وحويان همزة أو سكونا حرف المدكي أولا كل مويان محي همزة أو سكون همزة أما وحويان رابنين سكون كوا محي ورابنين
waayo haddaba wuxuu kuu bilaabay sheekhu hamzada oo alif bay ka dhigan tahay almaddu bisababi اlhamzi madka waxa weeyaan ku imanaya bisababi اlhamz hamze daraaddeed ku imanaya ayaabuu sheekhu xaggan inoo sheegaya mid walba markaa waa inoo tacriifin doonaa bihada atasalsul ayuu ku socon doonaa wa huwa madkaasi nawcaani waa laba nooc buu sheekhu ka dhigay laakiin kutubta intooda badan 3 nooc bay ka dhigaan isagu muxuu ka dhigay 2 nooc waayahay nooca koobaad المد الواجب المتصل أما وحال أورانكرا المد المتصل مدك متصل كلو يقان الواجب وحكم كيسو واجب كويها يعني مدك متصل لما يرى مقعيس محال هذا المد ماذا المتصل وحكمه ماذا الوجوب حكمك إن لما رأيت هاي ومحي وواجب المد الواجب ومدك واجب كالمتصل مقعيسنا اللي يرى ككوباد همزة أي سبب النقنصه همزة هي كي سبب النقنصه كوباد محو نقنيا المد الواجب المتصل لبا المد الجائز المنفصل مد كلانو محو نقنيا المد الجائز المنفصل واي هذا بالكوباد ينقاضن همزة مركا مد الفرع كينيس لبا يبقى ينصوم لبا السبب وهي إما همز أو سكون همزة إمسى سبب النقطي على رأي الشيخ مركان كسر عنه لبا مد لبدا مد محيها المد الواجب المتصل ثانيا المد الجائز المنفصل ممتاز واي المد الواجب المتصل هذا بتعريف كي سمحون قرية سؤال ما تعريف المد مدك تعريف كي سمحون قرية مدكي الواجب واجب كها المتصل مقعيسنا ومتصل كوها محو نقنيا تعريف كيسو جواب المد الواجب مدك واجب كا المتصل اسمي سنة أما مقعيسنا متصل كالإرادة هو وحويان أن يأتي وإنو يمادو بعد حرف المد حرف مدك كدب حرف مدك نوين صادقا حرف مدك محينوها صدح صومان الألف الساكنة المفتوح ما قبلها إيو الياء الساكنة المكسور ما قبلها إيو الواو الساكنة المضموم ما قبلها صدح راسو إنوها حرف مدك هذا بصدح ذي وإنو دبدو ويما دمتك مدي هي هو مدك متصل كا واجب المتصل كاللو يقانو أن يأتي وإنو يمادو بعد حرف المد مدك حرف كيس كدب همز إنو يمادو مركا فاعل كا يأتي مركا همز بنقرية همزة سو متصل لحريرسا به حرف مدك به ضمير كان محينو عليني حرف مدكي إنو قدام بيه مركا أينو علينينا المد الواجب المتصل مدك واجب المتصل لو يقانو هو وحويان أن يأتي وإنو يمادو بعد حرف المد مدك حرف كيسا كدب همز وإنو يمادو همزة سو متصل لحريرسا به أي بحرف المد حرف مدك بل تصالين كفهمنا إيجا في كلمة كلمة بحذيذنا وإن دعان كلمة سو واحدة أو كليات مثل شاء ولو شاء الله ولو شاء مفهوم الملائكة سوء هكذا تكوباد وحكو تسالي حرف مدكي ونقضي ألف طلبادنا وحي نوغو تسالي حرف مدكي وألف نقضي تصدحادنا وحي نوغو تسالي حرف مدكي ونقضي محي واو وحي نوردي حرف مدكي ومركا يأ محا التصالة ونقضي فلما رأوه زلفة هي محاكا دنبايا سيئت وجوه الذين كفروا سيئت إذن حرف مدكي محو نقضي ويا بعدها همزة بل تصالة إنو كديغنو إنو كأرقنو شاء محاكا دنبايا حرف مدكي همزة قطع صومان سو كلمة كلياتين كمودة جيران إذن هذا هو المد المتصل
ووحى متصل بلوغو بحيه همزدي أو لحريدي محي حرف مدك في كلمة واحدة وذا بمتصل يعد بأورندونا صاحب تحفة الأطفال الملائكة حرف مدكي همزدي بكذا ما يسا في كلمة واحدة بين الدعين سوء حرف مدكي واوغا همزة كذا ما يسا في كلمة واحدة بين سيئت حرف مدكي وياء وحكذا ما ينوح نقول همزة في كلمة واحدة بين الدعين كنوع عاصم مركا ومدلو يقانو الواجب المتصل هذا بأرض يو كنوع عاصم إمساد مديسة مركا الشيخ هاقا وذقب حسن وكان هذا بأغو سؤال كم حركة إمس حركة يمد لمديا مدكا الواجب المتصل جواب يمد وحال مدي بمقدار 4 حركات قدر أن أفر حركة أيال لمدي أو 5 هذا تفاوت كي قاضنا أما الشن في الوصل ولي حالة الحريرين أيوم نعم إذا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله نمد ماذا 4 حركات أو 5 هاتان تفاوت كقاضنو لكن والمختار صدى الله دورته ومحي 4 حركات وأفر حركة إلا قاتويان أو لجيدو حالة الوصل على ما ذهب به إمام الشاطبي وكان يقرئ طلابه هكذا ونحن نقرأ وحين قاضننا ورواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية مركا أفر حركنا والله قاضن كرا شن علماء قاركود ويقارسين سواء مختاركي لكن ومحي وأفرتا حركه وأنا حالة الوصل هدينو مدكي كوسا كورن تصالحان وأفئدتهم هواء نمد ماذا 6 حركات لأن محي عروض كينا لبو كقاضنيا أفرتيسي هرانا مركينو جينا إمسا نقوني 6 حركة يا أبو نقون واكو شيخ كو قيريا وكلا يمد وحال مدي كالنوعاسة بمقدار حركة 4 حركات حركات أفر حركة قدر لن أيام مركا لمديا مركا مدكا نوعاسة مركو أرضك وكبحيا وشيخي سوق بحيا إن لقو براروجية مان وإناد لسعوتد وتكو عمل فشد أفر كمو هو سينكرتد ما فاهم عدنان ما فاهم ساول الصعود سؤال هل هناك مجرتا أمثلة تصاليال أخرى أو كلا وعلى المد المتصل بمعنى للمد المتصل تصالوا يعني أمثلة أكثر من هذا هل يوجد أي كده مجرتا نعم أي نعم السماء من الأمثلة وسنأتي إليها إن شاء الله تعالى جواب نعم وذلك وحكمنا مثل الشتاء رحلة الشتاء مفهوم يراءون باكمنا وحكمنا السائل حنفاء جاء جزاؤهم والسماء ابتغاء يتساءلون انت سبب محي كمديهين وامثله اما تصالياشي مدك لو يقانو الواجب المتصل مدك كلو نقونيا المد الجائز المنفصل ومد لو يقانو المد الجائز المنفصل سؤال وحكور شيخ ما تعريف المد الجائز مدك جائز كا تعريف كي سوا محي المنفصل منفصل كا كلا صعنا وما مثاله تصاليه سنمحون قنيا يعني تصالنا كبحي كدغانتاي جواب المد الجائز مدك جائز كا المنفصل هذا منفصل كا هو وحويان أن يكون حرف المد وإنه أهاض آخر كلمة أي في آخر كلمة كالمد آخر كذا وإنه دعا حرف مدكم حون كالمد آخر كذا والهمز وهمزي السبب كأنه قنيين وإنه دعا أول كلمة كالمد كلا أول كذا حق أقول رئيسة أخرى كلا تاسو وليبا تليها لحريرسم إذن مد الجائز المنفصل حين نقضي
وإن حرف مدك كالمد حق ضمبه ودعو هو أن يكون حرف المد وإن نقض حرف مدك آخر الكلمة في آخر كلمة ده كالمد آخر كذا وإن دعا والهمز همزدينا أول كلمة كالمد أول كذا أخرى كلا التي تليها مركة تاسو لحرير صن تصارين كفهمنا نحو توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا مفهوم حرف مدك حقول دعي وتوبوا بو ذا حاجة ضمك عليه إذن وقع حرف المد ماذا في آخر كلمة والهمزنا همزنا في أول كلمة التي تليها كالمد لحرير صن اللباب أول كذا وين دعدا وإلى الله توبوا إلى الله وكذلك إذا أراد بما أوحينا قوا أنفسكم وفي أنفسكم وهكذا أمثلة ما حيكون غير توبوا إلى الله إذا أراد بما أوحينا قوا أنفسكم وفي أنفسكم أفرتا أما شنتا مثال أيابو الشيخ وكبحيي مدكي لو يقاني المد الجائز المنفصل سؤال كلو شيخ هذا بكويدية ومهم أيضنا مدكا واجبك سوق دقنا يعني قدر كلمة إيه كم محل لماذا سؤال كم حركة إمس حركة يمد لماذا يا ولا جيدا جواب مقدار مده مدكيس قدر كيسو يعني انت اللي جيدا 4 حركات 4 حركوي أو 5 أما 5 4 أما 5 بعد ما ذكرتها والمختار صد الله دورته في عنا 4 و4 ويجوز وحابنا مدكن هدبا مده إن لم دول جيدو بمقدار حركتين قدرنا لبا حركه مدكن مفصل كان محان أوران كرنا بما أوحينا إذا أراد توبوا إلى الله وين أوران كرنا لماذا؟ لأنه وحابنان يعني إن الآخريو لبا حركه أفر حركه وكذلك لحركه لكن رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية كما بنان أما من طرق الطيبة نعم وإبنان تهي وحوين طرق ذا فرها بدل إمام ابن الجزري وكتاب كيسو دحدقي لو يقانو النشر في القراءات العشر وكجبيي مركا منظومة مهذب ممتعة لو يقانو طيبة النشر في القراءات العشر مركا لكن إنه محين مدينة إمس حركه أفر حركه كي هره مدك واجبك متصل كان إمس على سوم بدي أفر حركه مركا لبدو ضبا سداسو مركا يكون نقنايا ويلحق هذا وحال هالشيء به أي بهذا المد مد كان هذا إنه كجر جائز المنفصل كا في هذا الحكم حكم كان هذا يعني إنه كجرنا إن أفر حركة لجيد كرا أما الشن أما الله حركة لجيد كرا مد الصلة الكبرى مد كي أينون نقاني الصلة الكبرى بمعنى ها الضمير كهمزة قطعية كده بدعيسي أيا كلها ليشين أيا حق حكمك ووحبنا كان صلة الكبرى أنا إلا مضلب حركة يأفر حركة أو شن أما وحي لقب قابية والله بحركة لجيدة لكن رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية إنه مبنانو متكن نوع عاصم أما الصلة الكبرى هالنقطة أما متكن لو يقانو المد وحوين الجائز المنفصل حقا محينكو قاضني لبن مد بينو قاضني أو المد الواجب المتصل امس حركة لماذا يبان كنوع عاصم أفر أما الشن هدي أين حريرين إنه وين هدي أنا كل ساق إننا محل ماذا لح بالجارسين يا وايا متك كلا يسقونا همزة أي سبب إنه قن يسمحوها والمنفصل متك منفصل كان محينه كتعريف إني هو أن يكون حرف المد في آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى تليها ساسينو كسو قاضني سبب كي لباد مدك كينيا مركا محو نقوني
sukuun kuna isaguna wuxuu sabab u noqonayaa waxa weeyaan madka loo yaqaano almad alcaarid lلsukuun wاlmad allaazim wamad الliin darsigaana in sha allahu tacaala beritoole aynu qaadan doonaa hadduu ilahay qadaro wanaktafi اlyowma calى hada wصli اllahu calى nabiyina muxamadi wعalى آlihi وصaxbihi أجmaعiin.